السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. معاكم قناة سدرة. ياريت قبل ما نبدأ الفيديو ما ننساش نصلي على النبي في الكومنتات ونشترك في القناة ونفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله بمشيئة الرحمن. من النهاردة هحط الرقم على الفيديو للقراءات الخاصة، تبعتولي على الواتساب وهرد عليكم ان شاء الله بسرعة. معانا النهاردة برج الحمل. برج الحمل من صفاته باينة من اسمه الحمل، يعني بيتحمل يعني لأبعد الحدود، بيتحملك فوق طاقته علشان باقي عليك، بس وقت ما يحب يبعد مش هتشوف وشه تاني نهائي عشان هو تحملك لأبعد الحدود. تعالوا نسمي الله وما تنسوش تشتركوا في القناة وتصلوا على النبي في الكومنتات ونقول بسم الله بسم الله بسم الله. برج الحمل، بسم الله بسم الله بسم الله. برج الحمل انت في عيون كتير في حياتك، في عين في حياتك شديدة شديدة جدا جدا جدا، يعني انت حتى مش عارف، انت عارف هي مين بس انت مش عارف تتخلص منها. برج الحمل عايزة اقولك ان انت غرقان في بحر، انت غرقان في بحر مشاكل، بحر مسؤولية، بحر ضغوطات، بحر حياة عامة. انت غرقان في بحر ملهوش نهاية، بتحاول تطلع على الشط بس مش عارف، مش لاقي حد يشد ايدك يطلعك على الشط. برج الحمل في طريق انت ماشي فيه، هو مش طريق واحد الصراحة، هو كذا طريق انت ماشي فيه وهتوصل لآخره مجبور الخاطر ان شاء الله بمشيئة الرحمن، هتوصل لآخره مجبور الخاطر. برج الحمل انت قاعد في مكان، حاسس ان انت قاعد في مكان صحراوي، يعني مش صحراوي بمعنى صحراوي بس اللي هو فاضي بالنسبة لك، مش شايف حد فيه، مش شايف مش سامع حد كمان فيه، عايز تسمع لنفسك وبس. طبعا زي ما قلنا في عين في حياتك انت عارف هي مين بس انت مش عارف تتخلص منها. ياريت تقرا سورة البقرة دايما والرؤية الشرعية عشان تتخلص من العين دي وتقرب من ربنا. طبعا حاول تقرب من ربنا يا برج الحمل. حياتك العاطفية احسن حاجة، يعني الحمد لله ما شئت، يعني ما شاء الله ما شاء الله حياتك العاطفية كويسة وحياتك الأسرية برضو، بس انت للأسف لما بتبقى في ضغوطات ما بتسمعش حد، ما بتشوفش حد، بتحاول ان انت تفضل في مكان مقفول منعزل عن كله، عشان بتبقى حالتك مش كويسة، وده سبب ان في ناس كتير بتزعل منك يا برج الحمل. ان شاء الله بمشيئة الرحمن احنا قربنا نخلص السنة ونخش على السنة الجديدة، ان شاء الله تبقى سنة حلوة عليك وتبقى احسن من السنة دي. بس انت في نهاية السنة هيجيلك خبر مفرح بالنسبة لك، اذا كان في شغل انت مقدم عليه او في سفرية او في زواج او خبر مفرح انت مستنيه برج الحمل. حبايبي انا اقول لكم تاني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. برج الحمل انت في شنطة شايلها، شنطة مش شرط فلوس او حاجة، بس انت في شنطة يعني مسؤولية كبيرة وتقيلة عليك، انت هتقدر ان شاء الله عليها، فحاول تتماسك شوية يا برج الحمل. ان شاء الله هسيب لكم الرقم في الديسكريبشن، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، واشوفكم ان شاء الله المرة الجاية في فيديو جديد مع برج جديد، واكتبوا لي في الكومنتات محتاجين برج ايه تاني. اشوفكم على خير يا حبايبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.